تستمعون الآن إلى برنامج معا ننهض مع فضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. المشاهدون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومع برنامج معا ننهض وتحت عنوان مقومات التصور الإسلامي أو خصائص التصور الإسلامي، لازلنا نحن مع الحلقة الثامنة. والحلقة الثامنة هي امتداد للحلقة السابقة، والتي نتحدث فيها عن المحور الثاني من محاور التصور الإسلامي الأربعة، وهو محور الخلق. وقد تحدثنا في الحلقة الماضية عن بداية الخلق وكيف بدأ، وخلق السماوات وخلق الأرض وإلى غير ذلك. واليوم بإذن الله سبحانه وتعالى نستكمل ما بدأناه في تلك الحلقة حول بعض التفصيل لظاهرة الإنسان وخلق الإنسان، لأن هنالك بعض الأسئلة التي وردت في الصفحة، وإن شاء الله نحاول على الأقل أن نستصحبها في هذه الحلقة إن شاء الله. وقبل أن نبدأ إن شاء الله الحلقة وعناوينها، نهنئ أمة الإسلام في كل مكان بهذا العام الهجري الجديد الذي أطل على هذه الأمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله عام خير وبركة ونصر ووحدة ونهضة وتماسك للأمة قاطبة في كل مكان، وأن يعيد عليها مجدها وعزها، وأن يجعلها أمة قائمة بالحق والقسط، فإن بذلك يكون قد مر 1442 عاما على تاريخ على الأقل التدوين الإسلامي، وكان ذلك في بداية السنة التي هاجر فيها النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لا يعني ذلك بطبيعة الحال هو تاريخ الهجرة. الآن تاريخ الهجرة الشهر هو في غير هذا الشهر، لكن هي السنة تقريبا. الآن نحن مرت علينا 1442 عام من لحظة انطلاقة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو التاريخ الذي اختاره الصحابة رضوان الله عليهم لاعتبارات كثيرة جدا، لأنه يعبر عن لحظة انتقال الأمة من حالة الاستضعاف إلى حالة التمكين والنهضة والانطلاق. أما فيما يتعلق بحلقتنا اليوم إن شاء الله، سأبتدئها بمقولة للمفكر الإسلامي ورئيس البوسنة السابق، وهو علي عزت بيغوفيتش، في كتابه الإسلام بين الشرق والغرب. يقول فيها: ليس الإنسان مفصلا على طراز داروين، ولا الكون مفصلا على طراز نيوتن. قضية الخلق إلى حد كبير يعني حاول في إطارها الطبيعي أن يتكلم نيوتن بشكل مفصل وفيها الكثير من العمق، ولكن ليس بلازم أن ما توصل إليه نيوتن في قضية الكون وقضية الخلق الكوني والطبيعي أن يكون منتهى النظر ومنتهى الحقائق. وذلك لمسناه من خلال تتبعنا مثلا لما جاء بعد ذلك من نظريات أينشتاين، حيث نجد أنها أطاحت بكثير مما كان يعتبر مسلمات على الأقل في نظريات نيوتن حول الكون والطبيعة. كذلك نظرة داروين إلى الإنسان وطبيعة خلقه ونظريته في التطور والنشوء ليس بلازم كذلك أن تكون مسلمة من المسلمات وحقيقة من الحقائق التي تنتهي إليها البشرية. فالإنسان أعمق بكثير من نظريات داروين وأعقد بكثير، ولذلك نحن حريصين أن ننطلق إن شاء الله من الرؤية القرآنية للإنسان في نشأته الأولى. يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. وهذا العلم بطبيعة الحال لم نكن نحن نشهد على الأقل، أو لم نكن حضور لحظة الخلق،
والله عز وجل نفى عنا ذلك: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. وفي نفس الوقت الله سبحانه وتعالى أعلمنا بعد ذلك وكشف لنا هذا البعد الغيبي في النشأة الأولى وبداية الخلق. فبذلك نحن على الأقل نمتلك من خلال إخبار الله لنا في كتابه العديد من الحقائق التي لا يؤمن بها من تنكروا الأديان. فالنشأة الأولى تقريبا تكلمنا عنها: كان الله ولم يكن شيء، ثم بعد ذلك كان الماء من خلق الله سبحانه وتعالى، ثم كان القلم أو كان العرش، ثم القلم، ثم اللوح المحفوظ والخطة الكونية، إلى أن وصلنا تقريبا وتناولنا الحديث عن الخلق الإنساني. وهنا إن شاء الله ندخل بعض الشيء في التفصيل، وربما نعيد بعض ما ذكرناه في الحلقة السابقة، ولكن من باب على الأقل أكثر تفصيلا. هنا نلاحظ أن هنالك نشأتان للإنسان: النشأة الأولى هي بداية الخلق، والنشأة الثانية هي بداية الحياة للآخرة. ولذلك تكلم الشيخ أبو القاسم محمد بن المفضل الراغب أحد علماء السلف، تكلم في كتابه تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين عن مسألة الخلق إجمالا وعن خلق الإنسان تفصيلا. يعني نلاحظ بأن السلف رضوان الله عليهم حاولوا هذه المسألة ذات الطابع العقائدي المعرفي الإيماني أن لا يسكتوا عنها ويتناولوها، لأننا ذكرنا في الحلقة الماضية أن أي دين لا بد أن يجيب عن الرؤية المعرفية، ويجيب على الأقل عن ما سميناه بمسألة السرد الكوني، ما هي رؤية هذا الدين لعملية الكون وبدايته. وهنالك نشأة أخرى يتكلم عنها القرآن. فالنشأة الأولى جاءت في قوله: ولقد علمتم النشأة الأولى، والتي تكلمنا عنها في الحلقة الماضية هي نشأة أولى. ثم هنالك نشأة أخرى تكلم عنها كذلك القرآن بقوله: ثم ينشئ النشأة الآخرة، ثم ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. فالله سبحانه وتعالى تكلم عن النشأة الأولى، وتكلم كذلك عن النشأة الآخرة، وما بين النشأتين علاقة وطيدة جدا، سواء من حيث قضية الخلق، لأن الذين تنكروا للحياة الآخرة أو تنكروا لما بعد الموت من حياة كانت مشكلتهم كيف يتم إحياء العظام وهي رميم، وكيف نحيا بعد هذا الموت. فكثيرا ما يربط الله سبحانه وتعالى في الجواب عليهم بأن النشأة الأولى من ناحية على الأقل عقلية ومنطقية أصعب من النشأة الآخرة. ويقول الإنسان: أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. فهنا نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى يجعل النشأة الثانية من حيث إحياء الموت أسهل من النشأة الأولى التي أوجد الله فيها الناس من العدم. ويشير كذلك إلى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. فهنالك على كل علاقة ما بين النشأتين: النشأة الأولى نشأة الخلق، والنشأة الثانية نشأة البعث والحياة الثانية للقيامة. وهنا طبعا العلاقة الثانية من جانب علاقة الخلق، أن هذه مرتبطة بالأولى، وأن الذي أحيا أن الذي خلق ابتداء قادر على أن يحيي انتهاء. ثم هنالك علاقة أخرى، وهي علاقة الجزاء والمسؤولية، وهو أن الله الذي خلقنا وأحيانا في النشأة الأولى ثم أماتنا يحيينا مرة أخرى كذلك لنشأة آخرة فيها الحساب وفيها الجنة وفيها النار إلى غير ذلك. وما بين النشأتين يعيش الإنسان أيضا في إطار سعادتين: السعادة الأولى هي السعادة الدنيوية التي في قوله تبارك وتعالى: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، هذا نوع من أنواع السعادة في الدنيا. والسعادة الثانية: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين. هنا السعادة الأخروية. وطبعا القرآن الكريم استخدم لفظة السعادة فقط في البعد الأخروي، ويستخدم الحياة الطيبة في البعد الدنيوي. وعموما سبق في الحلقة الماضية الحديث عن الخلق في نشأته الأولى، وذكرنا بأن هنالك الموجودات أنواع: موجودات علوية أو يسميها الراغب المعقولات العلوية والمحسوسات السفلية، وتكلمنا عموما عن الإنسان. هنا نلاحظ بأن الإنسان ذكرنا بأنه يمكن أن نقسم الإنسان في خلقه إلى مرحلتين، وإن شئت سمه أن الإنسان يمكن أن يكون الإنسان الأول والإنسان الثاني.
ونقصد بالإنسان الأول آدم عليه السلام ونشأته وخلقه وتطوره، ونقصد بالإنسان الثاني بنو آدم، أي كل الذين جاءوا بعد ذلك بعد آدم عليه السلام من صلب آدم وطبيعتهم وخلقهم ونشأتهم وتربيتهم. وهذه مسألة مهمة جدا، لأننا إن شاء الله كما سيأتي هنالك علاقة كبيرة جدا في هذه التصورات التي نتكلم عنها وطريقة التعامل بعد ذلك مع الإنسان، ورؤية هذه الفلسفات بشكل عام للإنسان وطبيعته، من خلالها يتحدد مشروع النهضة الذي يطرح عموما للناس. ولذلك تلاحظ نحن نركز الآن في المفاهيم التأسيسية التي على الأقل لها ارتباط، هي تشكل جذور لما يمكن بعد ذلك أن ينشأ في الحياة من صراعات سياسية، صراعات اجتماعية، صراعات مشاريع نهضوية إلى غير ذلك. ستلاحظ أن جوهر ذلك يعود إلى هذه المفاهيم التي نحن أخذنا فيها حقيقة فترة طويلة جدا. فالإنسان الأول هو آدم عليه السلام، وهو أبو البشر، وهو يعني يجري من سائر البشر مجرى البذور أو مجرى البذر الذي منه يتم إنشاء بقية الناس. هو عبارة عن بذرة، آدم عليه السلام عبارة عن البذرة والنواة التي يتخلق منها بقية البشر. هنا نلاحظ أن آدم عليه السلام عنده جملة من الخصائص، يمكن أن أقول بأنها 5 خصائص اختصارا حتى لا نطيل. الخاصية الأولى أن آدم عليه السلام خلقه الله سبحانه وتعالى بيده، كما قال الله عز وجل: ما منعك أن تسجد، يعني بالنسبة لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فالله عز وجل خلق آدم بيده. هنا سنلاحظ في الإنسان الثاني الوضع سيختلف. ثم الخاصية الثانية: نفخ فيه من الروح. الله سبحانه وتعالى نفخ فيه من روحه، والروح طبعا من أمر الله سبحانه وتعالى. لكن هنا نفخ الروح في الإنسان الثاني ستختلف عن نفخ الروح في الإنسان الأول. فآدم عليه السلام كان النفخ من الله تعالى دون تكليف ملائكة يقومون بذلك. النقطة الثالثة بالنسبة لآدم من خصائصه أن الله سبحانه وتعالى أسجد له الملائكة بعد أن خلقه سبحانه وتعالى، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. الملائكة كلها سجدت، لكن إبليس استنكف واستكبر. النقطة الرابعة وهو أن الله سبحانه وتعالى أدخل آدم وزوجه الجنة، وهنا لم تتح هذه المسألة لغيره. طبعا هذا على قول من يرجح أن الجنة المرادة في قوله اسكن الجنة، اسكن أنت وزوجك الجنة، هي جنة الخلد، ولكن هنالك طبعا أقوال أخرى. فهنا يكون اختص آدم عليه السلام بدخول الجنة قبل الآخرين، يعني قبل الآخرين دخل على الأقل الجنة وعاش فيها فترة من الزمان. النقطة الخامسة أنه تم تعليمه مباشرة من الله، وهنا طبعا يمكن أن يكون هنالك من يشاركه في ذلك، ولكن دعونا نقول بالنسبة على الأقل لبني آدم فإن الله سبحانه وتعالى علم آدم الأسماء كلها بشكل مباشر، وعلم آدم الأسماء كلها. هنا طبعا تعليم آدم عليه السلام هو عبارة بعد ذلك عن المقدمات الأساسية لكل العلوم التي تشكل بعد ذلك ما يمكن أن نسميه بالمسلمات أو البديهيات التي على الأقل يستند إليها كل علم من العلوم. أي علم لا بد له من منطلقات، لا بد له من مرجعيات، لا بد له من نقاط ارتكاز يعود إليها عند الاختلاف. هنا طبعا هذه المسألة بالنسبة لآدم تم التعليم فيها من الله سبحانه وتعالى. نأتي إلى بنو آدم. آدم رأينا كيف كانت طبيعته، أن الله تولى خلقه وتولى تربيته وإنشاءه وكل المراحل التي مر بها، وسنأتي إليها إن شاء الله بشكل أكثر تفصيلا. لكن دعونا الآن هكذا نتصور، وهذه الخصائص العامة التي اتصف بها آدم عليه السلام. بالنسبة لخلق بنو آدم، خلق بنو آدم يختلفون على الأقل عن آدم عليه السلام في أمور، وهي من حيث الخلق أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق بنو آدم، ولا زال الخلق مستمر. فالله هو الباري وهو الموجد وهو الخالق لنا ولآدم عليه السلام، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل إنشاءهم وتربيتهم وتعليمهم بوسائط جسمانية وروحانية. هنا طبعا سيأتي الآن دور الوسائط، وهنا ينتقل الإنسان من طوره الأول وهو آدم عليه السلام ليتم التعامل معه بصورة مباشرة إلى طور آخر، وهو إن شاء الله سنتكلم عن طبيعة خلقه ومراحله كما نتكلم عن مراحل خلق آدم. ولكن هنا نلاحظ بأن دخلت واسطة الأبوين في الإنشاء، في التربية، في التحمل على الأقل في مرحلة الخلق، في أن يكون الوعاء الذي على الأقل يتشكل فيه ابن آدم الثاني. وهنا
دخل أيضا بعد آخر، البعد الجسماني في الأبوين والبعد الروحاني في الملائكة. وهنا عالم الملائكة يدخل من اللحظة الأولى كذلك من لحظة الرحم، ويستصحب مع ابن آدم في شكل على الأقل حضور لهذا حضور الملائكة المستمر مع ابن آدم كما حضور الشياطين المستمر مع ابن آدم. لكن هنالك المدبرات، هنالك المقسمات، هنالك المكلفين بمتابعة الجنين مثلا في بطن أمه إلى أن يخرج، وهكذا. وهنالك الحافظات من عالم الحفاظ من عالم الملائكة، وهكذا. فالله سبحانه وتعالى هنا نلاحظ أن الإنشاء، التربية، التعليم سيتولاها الآن وسطاء. هؤلاء الوسطاء هم إما أبوين وإما عالم الملائكة. جاء ذلك في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: الولد يكون 40 يوما نطفة، ثم يصير علقة مثل ذلك، ثم يصير مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكا فينفخ فيه الروح. هنا نلاحظ أن نفخة الروح هنالك تولاها الله بنفسه، نفخ فيه من روحه. وهنا أحيلت إلى وسيط في بنو آدم، الخلق الثاني لابن آدم. هنا دخل الملك ليؤدي دور نفخ الروح، وبالتالي هنا ستلاحظ الفارق ما بين الخلق الأول والخلق الثاني. وهنا نلاحظ لأن الأبوين كانا سببا في عملية الإيجاد، جعلهم الله سبحانه وتعالى سببا في وجود ابن آدم، وكانا سببا في تربيته، وكانا سببا في نشأته، وكانا سببا في تعليمه. جعل الله سبحانه وتعالى من الواجبات الشرعية الكبرى أن يكون شكر الوالدين مصحوب، أن يكون شكر الله مصحوبا بشكر الوالدين، كما قال الله سبحانه وتعالى: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فالله سبحانه وتعالى أمر ابن آدم أن يشكر، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فجعل توحيد الله مقرونا بالإحسان إلى الوالدين، وهما أكبر قيمة تقريبا، أكبر قيمة في عالم الخلق الإحسان إلى الوالدين، وأكبر قيمة في عالم الحق والتعامل مع الحق جل جلاله هي قضية التوحيد، وأن يكون الإنسان موحدا لله سبحانه وتعالى. نأتي بعد ذلك إلى مراحل وخطوات الخلق، لأن السؤال حقيقة في الصفحة كان يريد أن يتكلم عن مسألة الخلق. هنا لا أريد أن أذهب بعيدا حتى لا أشوش على الناس في مسألة الخلق ومراحل الخلق، وربما كثير من النظريات مطروحة في هذا الاتجاه، ولكن أنا هنا لا أريد أن أذهب إلى هذه المذاهب، لكن أريد أن أقرر الحقائق القرآنية اللي على الأقل وردت كما هي، ونعتبرها 7 درجات بالنسبة لخلق آدم، و7 درجات بالنسبة لخلق بني آدم. يعني مراحل الخلق بالنسبة لآدم 7، ومراحل الخلق بالنسبة لبني آدم 7. وربما هذه على كل سر الوجود في قضية 7 هذه علمها عند الله، لكن هي عبارة عن رقم مهم جدا. عالم السماوات 7، عالم الأرضين 7، يعني الجنان النيران أبوابها 7، الأيام في الأسبوع 7، خلق الإنسان مر ب7 مراحل في المرحلة في آدم عليه السلام وفي بني آدم. فعلى كل قضية الرقم 7 هذه قضية أخرى، ولكن المراحل أو الخطوات التي مر عليها آدم عليه السلام وهو الإنسان الأول، دعوني أسميه الإنسان الأول، والمراحل التي سيمر بها الإنسان الثاني وهم بنو آدم. بالنسبة للإنسان الأول آدم عليه السلام يشير القرآن الكريم إلى مبدأ الخلق ابتداء لآدم وهو التراب. هذه تقريبا حقيقة قرآنية ومن القضايا التي لا يمكن للمؤمن إلا أن يسلم بها. الله عز وجل أثبت لنا بأن آدم عليه السلام أصله من تراب، خلق الله سبحانه وتعالى آدم من تراب. وجاء في بعض الأحاديث أن الله سبحانه وتعالى قبض قبضة من الأرض، من كل الأرض جميعا، فجاء الناس في ألوانهم وطبائعهم ونفسياتهم وثباتهم واضطرابهم بنفس تركيبة تقريبا الأرض. فالنقطة الأولى هي التراب. المرحلة الثانية أو الدرجة الثانية هي الطين، وهو الطين هو عبارة عن حالة جمع التراب مع الماء، عندما يضاف للتراب ماء يسمى طين. المرحلة الثالثة هي الحمأ المسنون، وهو عبارة عن الطين عندما يتعرض للهواء ويحصل فيه بداية تغير. أدنى مستويات التغير في الطين بعد أن يعرض للهواء هذا هو الذي يسمى بالحمأ المسنون، هذه مرحلة من المراحل. النقطة الرابعة أن يتحول هذا الطين إلى طين لازب، ليس حمأ مسنون إنما الطين اللازب، وهو الطين المستقر على حالة من الاعتدال، يعني مرحلة
من المراحل يكون الطين على الأقل تشرب الماء وتعرض للهواء وكان أكثر اعتدالا بحيث يقبل التشكل والتصوير. المرحلة الثالثة لا تقبل ذلك، يعني لا زال الطين والماء لم يتشرب بشكل صحيح، وربما لن تكون الطينة قوية بحيث تستطيع أن تشكلها كما تشاء. هذه مرحلة رابعة. المرحلة الخامسة هي مرحلة الصلصال من الحمأ المسنون، وهو عبارة عن اليابس، يعني الطين خلاص تيبس وأحدث صوتا، يعني إذا أضربت عليه يحدث صلصلة. المرحلة السادسة وهي مرحلة الصلصال من الفخار، يعني عندنا صلصال من الحمأ المسنون وعندنا صلصال من الفخار، وهو الذي يكون قد تعرض للنار، يعني تعرض للنار وبواسطة النار يتحول ويكون أقرب إلى الخزف منه إلى الطين. وبهذه القوة النارية هنا ستلاحظ أن المرحلة السادسة التي دخل فيها عنصر النار على الإنسان يقول فيها الراغب هذه المرحلة أو هذا العنصر الذي دخل على الإنسان حصل في الإنسان من خلاله شيء من الشيطنة، يعني بعض الشر الذي يمكن أن يحمله الإنسان في أصل خلقته هو من هذه الجزئية التي تخلق فيها. وهذا ربما أخذه من قوله تبارك وتعالى خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. فخلق الله سبحانه وتعالى الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. فنأتي بعد ذلك إلى النقطة السابعة أو المرحلة السابعة والأخيرة، وهي قوله تبارك وتعالى يعني قوله تبارك وتعالى إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. أي المرحلة السابعة هي دخول عنصر الروح كعنصر غير مادي. سنلاحظ أنه من التراب إلى المرحلة السادسة وهي تعرض الطين هذا والماء وغيره تعرضه للنار، هنا سنلاحظ كلها أشياء مادية. دخلت بعد ذلك المرحلة السابعة خلق آدم عليه السلام، وهي دخول عنصر الروح وعنصر العقل وعنصر الإدراك وعنصر التقبل للوحي. الروح هنا سنلاحظ أنها لها خلق مختلف عن الحالة المادة، لا صلة لها بالأرض، صلتها بالسماء، وبالتالي هنا عالم الروح هو عالم عموم مختلف عن العالم المادي الذي ربما فيه. كمل كل ذلك بالمرحلة الثامنة، هي ليست جزء من الخلق ولكنها جزء من التنشئة والتربية، وهي وعلم آدم الأسماء كلها. إذن سنلاحظ أن آدم عليه السلام مر بهذه الخطوات وهذه الدرجات من الخلق، وهي التي يعني علينا أن نتصورها في عالم الإنسان الأول. ونخرج فاصل إن شاء الله ونعود بعد قليل، فلا تذهبوا بعيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الهجرة النبوية من مكة المشرفة إلى المدينة المنورة حدث تاريخي عظيم، فقد كانت فيصلا بين المرحلة المكية والمرحلة المدنية، وحملت في طياتها معاني التضحية والصحبة والصبر والنصر والتوكل والإخاء، وجعلها الله طريقا للنصر والعزة ورفع راية الإسلام. إن دروس الهجرة الشريفة مستمرة لا تنتهي ولا ينقطع أثرها، ومن هذه الدروس التوكل واليقين. إن المتأمل لحادثة الهجرة والتخطيط لها يدرك حسن توكل النبي صلى الله عليه وسلم على ربه ويقينه أن الله حافظه وناصر دينه. يقول أبو بكر رضي الله عنه: نظرت إلى أقدام المشركين ونحن في الغار وهم على رؤوسنا، فقلت يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا تحت قدميه. فقال: يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وهذا التوكل لا ينافي أو يتعارض مع الأخذ بالأسباب، فقد شاء الله تعالى أن تكون الهجرة النبوية بأسباب عادية من التخفي والصحبة والزاد والناقة.
معنا. راديو سلام، سلام ووئام. تستمعون الآن إلى برنامج معا ننهض مع فضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. أما بعد، نواصل إن شاء الله ما بدأناه من قضية الخلق وكنا قد تحدثنا عن خلق الإنسان الأول آدم عليه السلام، ونتكلم عن الإنسان الثاني إنجاز التعبير وهو بنو آدم. فذكرنا بأن الخلق بالنسبة لآدم عليه السلام مر بمراحل 7، كذلك بنو آدم مروا بنفس هذه الخطوات، ولكن نختصرها فيما يلي لأني ذكرتها في الحلقة الماضية. فالمرحلة الثانية لبني آدم يمكن أن نقول بأنها السلالة من الطين التي على الأقل تمثلت في آدم عليه السلام، ويمكن أن نقول أصل مادة الإنسان كذلك. بعد ذلك هي عبارة عن مكونات، أيضا المكونات الترابية حاضرة فيها: السلالة الطينية، النطفة في القرار المكين، العلقة وهي ما فوق النطفة، ثم المضغة وهي ما فوق العلقة، والعظام، ثم تشكلت بعد ذلك هذه النطفة في العظام، ثم إلباس هذه العظام فكسونا العظام لحمة. بعد ذلك بعد هذه المراحل الستة لبني آدم، كل ذلك في الرحم. يقول الله عز وجل: ثم أنشأناه خلقا آخر. ثم أنشأناه خلقا آخر. هذا الخلق الآخر إما أنه من لحظة كسوة العظام يدخل بعد ذلك الملك لينفخ فيها الروح، وهنا يبدأ الإنسان في مرحلة مختلفة تماما، لأن الروح تنقل الإنسان من عالم المادة إلى عالم آخر وهي عالم الروح، وقوة العقل وقوة الفكر وقوة النطق وغير ذلك. أو أنه ما بعد ميلاده يبدأ بعد ذلك في مرحلة جديدة ونشأة جديدة. على كل، المرحلة السابعة وهي مرحلة الروح، وهنا تشترك الروح في الخلق الأول والخلق الثاني في مراحل مختلفة. هنا طبعا من الصعب جدا قد نتصور المراحل الستة في الجنين بالنسبة للإنسان الثاني، ويمكن أن نقول بأن المدة التي تستغرقها كذا. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم متى يتم على الأقل نفخ الروح في الجنين، ولكن من الصعب جدا أن نتخيل أو أن نتصور كم هي المدة التي أخذها آدم عليه السلام من اللحظة التي خلقه الله تبارك وتعالى فيها من تراب إلى اللحظة التي نفخ فيه الروح. كم تستغرق هذه المدة؟ علمها عند الله سبحانه وتعالى. كل ذلك أيها الإخوة والأخوات الكرام، القصد منه هو الوصول إلى مسألة مهمة جدا. كل ما ترونه من صراعات ما بين من يسمون دعاة الدين وما بين دعاة العلمانية أو من يسمون أنفسهم أتباع النظريات العلمية، سنلاحظ أن الخلاف في جوهره هو حول ماهية هذا الإنسان، مما يتكون هذا الإنسان. هذه الطبيعة الإنسانية التي تكلمنا عنها، وقضية أصل الإنسان هي حجر الزاوية كما يقول علي عزت بوغوفيتش، هي حجر الزاوية لكل الأفكار، لأن البحث حول كيف ينبغي أن يعيش هذا الإنسان هو مبني بطبيعة الحال على تصورنا لهذا الإنسان. وهنا خلاف عميق وكبير بين الدين وبين دعاة النظريات العلمية المعاصرة في الماهية. لاحظت الآن كيف يتصور أو كيف يقدم الدين الحقائق للخلق حول الإنسان، سواء خلق الإنسان أو خلق الطبيعة، وسنلاحظ أن النظريات العلمية تقدم شيئا آخر. فمثلا النظريات المعاصرة والمنسوبة للعلم مثلا ترى أن أصل الإنسان هو الطبيعة، وليس كما سردناه بالطريقة التي على الأقل سردناها، وأنه خلق من خلق الله تبارك وتعالى وعالم الروح فيه تقريبا، وهو نتيجة يقول، وهذه يمكن نظرية داروين وهي النظرية التي تسود على الأقل كثير من الأوساط العلمية، وهو أن الإنسان الأصل فيه الطبيعة، وهو نتيجة لعملية تطور من الأدنى من أدنى أشكال الحياة إلى أعقد وأعلى رتب الحياة، وبالتالي الإنسان ينظر إليه بأنه ابتدأ ناقصا ثم اكتمل. بينما لاحظنا في أن الإنسان بالنسبة للتصور الإسلامي ابتداء خلقه خلقا متكاملا، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر.
فعملية الانتخاب أو عملية ما يسميه بالانتقاء الطبيعي أو الانتخاب الطبيعي الذي جعل هذا الإنسان من مادة عادية حسب تصوره للتطور، ويرتقي بعد ذلك الإنسان ليصل إلى مرحلة القرد، ثم يتطور الإنسان من مرحلة القرد إلى أن يصل إلى أن تكتشف حالة اليد وحالة النطق والحديث، ومن هنا يبدأ الإنسان الحديث أو الإنسان الذي هو يسمى الآن الإنسان الحالي أو الإنسان الراهن. بينما نحن كما ذكرت بأن المسألة بالنسبة لنا مختلفة، والدين يتحدث عن شيء آخر تماما، أن أصل الخلق هو فعل إلهي وليس عملية تطور وانتخاب. ليست يعني الدين لا يطرح قضية الخلق باعتبارها عملية انتخابية تحدث في إطار الطبيعة فقط، ولكن وبناء عليه فهنالك السؤال المحوري وهو قضية ما هو الإنسان. فإن هنالك يقول عنه تقريبا، يقول الماديون عنه بأن الإنسان هو حيوان كامل، فهم يدرجونه ضمن فصيلة الحيوان. في نهاية المطاف هو حيوان، ولكنه حيوان متطور أو يطلقون عليه الحيوان الكامل. والفرق بينه وبين بقية الحيوانات هو في الدرجة لا في النوع، وهو نتيجة عن قوانين يعني عن قوانين الطبيعة الحتمية. يعني نتج هذا الإنسان نتيجة حالة القوانين الطبيعية والتطور الطبيعي وفق البقاء للأصلح وهكذا. على كل هذه تقريبا نظرياتهم، ويرون أن اكتشاف اليد واللغة هي نهاية التاريخ الحيواني وبداية التاريخ الإنساني. هذه طبعا إحدى نظرياتهم. وأخذ داروين هذا الإنسان، أخذ الإنسان بهذا الإنسان الطبيعي، هذا أخذ الإنسان اللا شخصي بين يديه ووصف في تنقله من البدايات إلى عملية الاختيار الطبيعي حتى أصبح الإنسان قادرا على الكلام كما يقول داروين، وصناعة الأدوات والمشي منتصبا، كل ذلك بعيدا عن الحياة والضمير والروح. أي داروين وهو يتكلم يلغي تماما عنصر الروح في معادلة الإنسان، وبالتالي يتعامل مع الإنسان كحالة طبيعية، ككائن طبيعي، حيوان من الحيوانات، خلافا للصورة التي حكيناها، وهو عنصر الروح وهو العنصر الأساسي الذي بطبيعة الحال لا تستطيع النظريات المعاصرة ولا النظريات التي على الأقل يمكن أن تكون حاضرة في المشهد العلمي أن تستطيع أن تفسر لنا ظاهرة هذا البعد الغيبي في الإنسان، بعد الحياة اللي هو بعد الروح في الإنسان. وبالتالي يتكلم داروين عن إنسان بعيد عن الجوهر الإنساني ويتناوله باعتباره حيوانا كامل. ولكن عند التأمل والدراسة فإننا نجد في واقع الأمر هناك إنسان مختلف تماما في جوهره عن الإنسان الطبيعي الذي يتكلم عنه داروين. فهو ليس مجرد وظائف بيولوجية، يعني الإنسان ليست مجرد حالة بيولوجية فقط، إنما الإنسان إن في الإنسان شيء ينقله من عالم المادة إلى عالم آخر مختلف تماما. فالإنسان لا نستطيع أن نخضعه لمنطق القوانين الحتمية والقوانين الطبيعية حالات السببية التي لا يمكن أن يخرج عنها. يعني الشمس مثلا تجري ضمن ناموس معين، القمر يجري ضمن ناموس معين، الكون الطبيعي كله معادلاته حتمية. الإنسان ستلاحظ بأنه حالة مختلفة تماما، لأنه دائما عنده قضية الاختيار وقضية الحرية وقضية المشيئة، وبالتالي فهو ليس حجرا ترمي به في الماء فيرتمي، ترميه في الشر فيرتمي، ترميه في الخير فيرتمي، لا، هو عبارة عن كائن له وضعية مختلفة، عنده عنصر الاختيار، بإمكانه أن يتحرك شرقا ويتحرك غربا ويتحرك شمالا يتحرك جنوبا وفق إرادة ومشيئة في داخله. هذه الجزئية على الأقل لم يستوعبها كثير من الذين تكلموا عن الإنسان باعتباره كائنا طبيعيا. هنا نلاحظ أن عنصر المنفعة وعنصر المادة والسببية المطلقة والمنفعة المادية المطلقة ليست هي من يحرك إرادة الإنسان، بل هنالك عالم آخر، عالم الحرية وعالم الاختيار وعالم القلق وعالم التركيب وعالم التضحية. هنا يمكن أن نسمي ذلك الإنسان أو ذلك الشيء الذي يبحث عنه الإنسان في إطار سيرورته في كل حركته الطبيعية هي بحثه عن المقدس. الإنسان دائما وجدنا في كل تاريخنا البشري الإنسان يبحث عن شيء غير الحيوان. يعني الإنسان دائما في تعاطيه مع كل القضايا يتعاطى معها بشيء مختلف. فإذا كانت مثلا الحيوانات المفترسة في طريقتها للصيد تستخدم أسلوبا معينا،
وتستخدم الافتراس بطريقة معينة، فإن الإنسان حتى وهو يصطاد عنده طريقة معينة مختلفة تماما عن طريقة الحيوانات، وبالتالي هنا على كل هنالك الكثير من الفروق التي يمكن أن يشار إليها، وخاصة تناولها علي عزت في كتابه كما ذكرت الإنسان بين الشرق والغرب. وبناء على ما تقدم فإن هناك اتجاهات ثلاث في التعامل مع الظاهرة الإنسانية. الاتجاه الأول هو الاتجاه المادي الذي يتعامل مع الإنسان باعتباره حيوان من الحيوانات، وبالتالي الحيوانات تحتاج أكل، تحتاج شراب، تحتاج الجنس، تحتاج السكن، يعني إن كان هنالك حيوان يحتاج لذلك، الإنسان بنفس الطريقة. وبالتالي مشاريع النهضة المادية تنظر إلى الإنسان باعتباره حيوانا يحتاج إلى أشياء غرائزية بحتة. كيف تشبع هذا الإنسان؟ كيف تسقي هذا الإنسان؟ كيف تكسو هذا الإنسان؟ كيف تعالج الإنسان إذا مرض؟ كيف تشبعه جنسيا؟ كيف توفر له المسكن؟ فكثير من الاتجاهات هذا هو مفهومها للإنسان. لماذا؟ لأنها تنظر إلى الإنسان في هذا البعد. النوع الثاني من أنواع الأفكار التي تتعامل مع الإنسان تنظر إلى البعد الروحي فيه. هنالك حضارات قد يغيب عنها البعد المادي أو لا تهتم بالبعد المادي، وهنا طبعا أتكلم على المسيحية المحرفة التي أرادت أن تتعامل مع الإنسان بتغييب بعده المادي والتعامل مع بعده الروحي. هنا تعاملت معه والقرآن أشار إلى ذلك، وهو ظاهرة الرهبنة، وهو محاولة الارتقاء بعنصر الروح وتجاهل مطالب الجسد. وبالتالي هنا أيضا نوع من التعامل المختزل المجتزأ المقسم للإنسان المنشطر ما بين عالم الروح وعالم المادة. فهنالك أفكار أو أديان أو تصورات تعاملت مع الإنسان كمادة، وهنالك أفكار وتصورات تعاملت مع الإنسان كروح، وجاء الإسلام ليتعامل بمنظور أكمل وأشمل وأوسع، وهو أن ينظر إلى الإنسان كما هو، ينظر إليه مادة، وينظر إليه نفسا، وينظر إليه روحا، وينظر إليه وجدانا، وينظر إليه أحاسيس ومشاعر. وبالتالي الصورة التي يحملها الإسلام عن الإنسان هي صورة مختلفة تماما عن الصورة على الأقل التي ربما هي سائدة في الأنماط الوضعية. ننتقل إن شاء الله لنختم بعد ذلك محور الخلق للقول باختصار شديد أننا تكلمنا عن الخلق المادي الطبيعي، وتكلمنا عن عالم أيضا الملائكة العلوي وهو المعقولات العلوية، وتكلمنا كذلك عن المحسوسات السفلية بمختلف أنواعها. هنا أقول باختصار شديد يمكننا أن نقسم الآن كل هذا الخلق إلى قسمين. القسم الأول هو الذي نسميه بالخلق المكلف، والقسم الثاني هو الذي نسميه بالخلق المسخر. فنلاحظ بأن هنالك خلق مسخر، عالم السماوات، عالم الأرض، عالم الملائكة، كل هذه العوالم. فعالم الملائكة مسخر لأداء معين، وهو الأداء التعبد الذي لا اختيار فيه، لا يعصون الله ما أمرهم فهم سخروا للعبادة. وهنالك مخلوقات طبيعية مادية سخرت للإنسان، عالم الحيوان، عالم النبات، عالم الأشياء، كلها مسخرة لهذا الإنسان حتى يؤدي رسالة الله سبحانه وتعالى. الخلق المكلف هنا هو على رأسه الإنسان والجان، لكن دعونا هنا الآن نتكلم عن الإنسان باعتباره هو الذي سنتكلم عنه في قضية النهضة التي إن شاء الله هي مسألة أساسية في هذا الإنسان. هذا الكائن المكلف الإنسان سخرت له كل هذه الأشياء، هي عالم السماوات وعالم الأرض وما فيها من تفصيل يطول. ثم ختاما نقول بأن هذا العالم بقسميه، القسم المكلف منه والقسم المسخر منه، الخلق بشكل عام له 4 خصائص. هذا الخلق له 4 خصائص. الخاصية الأولى من خصائص الخلق هي سبق العدم ولحوق الفناء. يعني أي مخلوق أطلق عليه مخلوق، ملائكة، جن، إنس، عالم الحيوان، عالم النبات، عالم الأشياء، كل هذا العالم ما سوى الله سبحانه وتعالى الذي ذكرنا بأنه خلق، نلاحظ بأنه مسبوق بعدم ويلحقه الفناء. كونه مسبوق بعدم تكلمنا عنها كثيرا، يلحقه الفناء في نهاية المطاف، محكوم على كل مخلوق، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إذن سيلحق كل هذا الخلق يلحقه الفناء، بينما الله جل جلاله لم يكن مسبوقا بعدم ولا يلحقه الفناء، وهذه مسألة مهمة جدا في خصائص الخلق والحق. ثانيا من خصائص الخلق كذلك أنه دائما مرتبط بالفقر والحاجة. الخلق مفتقر إلى الخالق وحاجته دوما إلى من خلقه. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. هنا لاحظ كل الخلق
مفتقر في وجوده إلى الله، مفتقر في بقائه إلى الله، مفتقر في ديمومته وصيرورته إلى الله، مفتقر في حياته إلى الله، وبالتالي لا يستغني عن الله. الخلق فقراء إلى الله، محتاجين إلى الله، محتاجين في وجودهم إلى الله، محتاجين في ديمومته وبقائهم إلى الله، محتاجين كذلك في حياته واستمرارها إلى الله سبحانه وتعالى. ثالثا من الأشياء المهمة جدا في مسألة خصائص الخلق أن هذا كل المخلوقات مستعبدة لله سبحانه وتعالى، سواء كانت عبوديتها عبودية اضطرارية أو عبوديتها عبودية اختيارية. فالذين سميناهم بأنهم من الخلق المسخر عبوديتهم عبودية اضطرارية. اضطرارية لما أقول بمعنى هم هكذا جبلوا اضطرارا، لا يمكن للملك إلا أن يكون مسبحا، لا يمكن لحركة الكون الطبيعي إلا أن تكون مستجيبة لقانون الله في السنن، لا تستطيع أن تتخلف. يعني كل ما في الكون يسبح الله سبحانه وتعالى ويمجد الله سبحانه وتعالى ويطيع الله وفق الطريقة التي نظم بها، وفق الطريقة. فإذا هو عبد لله، لأن العبادة الأصل فيها الطاعة. فالذي مثلا يجري ضمن منظومة العالم المسخر لا يخرج عن سنة الله. فسنن الله سبحانه وتعالى اللي هي قوانينه الناظمة للوجود لن تجد لها تبديلا ولن تجد لها تحويلا، وهذا نمط من أنماط عبودية الخلق للخالق، عبودية الخلق المسخر. فالشمس تجري ضمن مدار معين، والأرض مرتبطة أيضا بحركتها ضمن مدار معين، وقوانين ناظمة ودقيقة جدا لا يمكن أن تتخلف بأي شكل من الأشكال. فهنا نلاحظ بأن الكون كله في بعده في خلقه المسخر وخلقه المكلف هم في النهاية عبيد لله سبحانه وتعالى. العبودية الاضطرارية الكل عبيد لله اضطرارا، ولكن الخلق المكلف ميزته في جانب من جوانبه أعطاه الله سبحانه وتعالى مشيئة. هذه المشيئة التي يطلق عليها البعض الحرية، حرية الاختيار أو حرية الحركة أو حرية أن يكون مائل للخير أو مائل للشر، حرية أن يتحرك ضمن قواعد معينة له إمكانية أن يخالف أو أن يطيع. هذه الحركة هي التي نزلت من أجلها الشريعة، وأرادت أن تختبر الإنسان في دائرة التكليف الرباني، يعني أخرجته من دائرة العبودية الاضطرارية وأعطته مساحة من العبودية الاختيارية. فجاءت الشريعة لتجعل هذا الإنسان في دائرة العبودية الاختيارية أن يكون هل يضاف إلى الخلق ومنظومة الخلق في طاعتها للخالق أم أنه يتمرد على الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الإمام الشاطبي: ومقصود الشريعة ومقصود إنزال الشريعة هو إخراج المكلفين من دائرة العبودية، من أن يكونوا عبيدا لله اضطرارا إلى أن يكونوا عبيدا لله اختيارا. فكيف أنت تتحول من دائرة العبودية الاضطرارية التي يشترك فيها عالم الحيوان وعالم الأشياء إلى العبودية الاختيارية التي أنت بطوعك واختيارك لا بحكم الخلقة استطعت أن تكون عبدا لله سبحانه وتعالى، وهذا من أعلى درجات الكمال. أخيرا عموما نختم به أن من خصائص الخلق، وهو الخاصية الرابعة، هي خاصية الزوجية المغايرة للوحدانية. الخلق يقوم على الزوجية والخالق يقوم على الوحدانية. فنلاحظ أن الله سبحانه وتعالى قال: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بينما الإنسان يقول: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. فنلاحظ أن هذه 4 خصائص. ويقول الله سبحانه وتعالى: والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. فنلاحظ أن عالم الخلق يقوم على المزاوجة، يقوم على التعددية، يقوم على هذا النوع من التنوع والتكامل. فهنا يفارق الخالق في الوحدانية لأنه يقوم على التعدد والمزاوجة والزوجية. ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى بذلك يكون على الأقل قد اكتمل محور الخلق